الشهيدة العذراء فاوستا ولدت لأسرة غنية اهتمت بتربيتها على الإيمان المسيحي، لكنها فقدت والديها وهي في 13 من عمرها. ورغم يتمها المبكر، عرفت بين الناس بأعمالها الروحية وخدمتها الدينية. حين بلغ خبرها إلى الإمبراطور، أرسل القائد إيفيلاسيوس ليقبض عليها ويعذبها. غير أن ثبات فاوستا أمام العذابات وقوة حجتها في الدفاع عن إيمانها جعلا القائد نفسه يتأثر ويقبل المسيحية. غضب الإمبراطور فأرسل الوالي ماكسيمينوس ليعذب الاثنين معا. وتشير بعض المصادر إلى أن ماكسيمينوس هو الآخر انبهر بثباتهما وآمن بالمسيح، ثم نال معهما إكليل الشهادة. استشهدت القديسة فاوستا في مدينة سايزيكوس في آسيا الصغرى أثناء حكم الإمبراطور غاليريوس سنة 305 ميلادي. تحتفل بعض السنكسارات الغربية بذكراهم في 7 من يناير، مكرمة فاوستا وإيفيلاسيوس وماكسيمينوس كشهداء للمسيح. اضغط متابعة الآن لتكون أول من يسمع أعظم حكايات الإيمان. مونجيسو.